السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال ان شاء الله. الا كان كيعجبك هذا النوع من المحتوى، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. اما دابا نبداو في احداث القضية ديالنا. قضيتنا غادي تدينا الجزائر، ووقعوا احداث القصة في سيدي بلعباس. وقعوا هاد الاحداث في 2016. غادي نبداو القضية من عند محمد واحد الراجل اللي كيسكن في تخمارت. كان مزوج وعنده وليدات، والخدمة ديالو كانت في الفلاحة، عنده المواشي، عنده الأراضي. حياته المادية كانت مزيانة بزاف. ولكن هاد محمد كانت فيه واحد البلية، هو أنه خصو مرة يهبط لسيدي بالعباس باش كيسهر وكيدوز الوقت. كان فحال هكا كدوز غير شي فترة كتلقاه في سيدي بالعباس، بقى على داك الحال حتى لواحد النهار تعرض لواحد العرس في سيدي بالعباس نيت. وفي داك العرس كيشوف واحد المرا وكتعجبو. هاد المرا كانت كتغني في داك العرس، عجباتو، وبدا فحال هكا كيحاول انه يتقرب منها، حتى قدر انه ياخد الرقم ديالها عفوا. بعد ما سال العرس هنايا يعني هضر معاها عاوتاني. وفي ديك الليله نيت هنايا هاد السيده اللي سميتها ناصره كتاخدو معاها للدار، ووقعات بيناتهم علاقه محرمه. دازت واحد الربع ايام، وهنايا محمد فين بدا كيتفق مع هاد السيده على الزواج، ولكن الزواج غير عرفي. هنايا نصيرة اشترطت عليه أنه يطلق الزوجة ديالو، وبالفعل محمد ما كانش من العاجزين. فعلا طلق الزوجة ديالو وسمح في وليداته، ومشى سكن مع نصيرة بزواج عرفي. كان ما مخلي ما داير عليها. كل نهار تقضية والكادوات، كل مرة كيبيع شي حاجة من الأرض ديالو باش كيصرف على نصيرة، وماشي أي مصروف. كيشري ليها الذهب، شرى ليها دار، يعني غرقها في الخير. بينما مراته سمح فيها، وحتى وليداتو سمح فيهم، ولا تابع غير نصيرة. أما ولادها مغرقهم بالهدايا، دائما كيتهلا فيهم، ما مخلي ما داير عليهم حتى هما. واي واحد من طرف نصيرة كيتهلا فيه الكادوات، يعني ما نقولش ليكم كيدير هاد الشي كامل غير باش يرضاو عليه واللي كيبغيوه. بينما ان العائلة ديالو الحقيقية اللي كتبغيه وكتفتقد ليه سمح فيهم ولاحهم للزنقة بلا ما يسول عليهم. بقى على داك الحال اليوم غدا، اليوم غدا، حتى جا واحد النهار اللي محمد الفلوس ديالو تسالات، ما بقى عنده منين يصرف. باع المواشي، باع داك الاملاك اللي كان عنده. هنايا كيلقى راسو ربي كريم، ولا غير كيديباني وكيتسلف من عند الناس اللي كيعرف. حتى من الوالد ديالو مشى عنده وطلب منه انه يسلفه، ولكن هنا الوالد ديالو ما قبلش وجرى عليه، لأنه كان ضد ديك الحياة اللي كيعيشها محمد. كان ضد أنه يطلق مراته ويسمح في وليداته ويبيع كاع الخير اللي عنده على قبل المرأة. محمد كانت بقات ليه غير الدار اللي كان عايش فيها هو ووليداته، حتى هي باعها، وفلوسها كلهم طرطقهم على نصيرة وولادها. حيت نصيرة دائما دايرة الحفلات، وفي دوك الحفلات كيكونوا مشروبات كحولية، كيكونوا الممنوعات. داكشي كان مكلف. بالإضافة إلى ذلك فاش كتكون فحال هكا عندها شي عراضة كتقول لي عطيني الفلوس، وماشي أي فلوس، فلوس ديال بصح. المهم دازت ثاني شي مدة وهادوك الفلوس كيتقاداو، ما بقى عنده حتى شي ريال. المهم ولا كيمشي هكا كيبات مرة عند الوالد ديالو. الوالد ديالو تيجري عليه طبعا، يعني ولا رافض انه يجي بات عنده. اي حاجة ولا رافضها. واحد النهار نصيرة كتقول ليه باللي باغي ندير واحد الحفلة وخاصني شي فلوس. هنايا محمد راه كان ما عنده حتى شي حاجة، والو، لا دينار لا ريال لا والو، سنتيم الكحل ما عندوش. هنايا فين مشى بدا كيحاول يتسلف، وفعلا تسلف من عند واحد الراجل كيعرفو. وجاو داك الليلة داروا الحفلة حاضر فيها جميع الأشياء. المهم ديك الدار ديال نصيرة راه ما كانتش كتخوى، كيدخلوا لها رجال ونساء، وراكم تكملوا من عندكم. كانت واحد الدار اللي ماشي محترمة، دائما تماك دايرين لها راج والصداع، والجيران كيتشكاو، ولكن ما كيصوروا منهم والو. داكشي اللي في راسهم هو اللي في راسهم. المهم نصيرة دارت ديك الحفلة، عرضت على الناس اللي كتعرف، وما بين هاد الناس
كان واحد السيد اللي كانوا كيعرفوه، وكانت خت نصيرة والوليدات حتى هما كانوا حاضرين، وكانت الأخت ديالها كيف قلت، وواحد الصديقة آخر اللي سميتها ميمونة. المهم مزيان ديك الليلة، شربوا تعاطاو، المهم دوخوا الراس مزيان. وهنايا فين غادي تسالي ديك الحفلة، وغادي يعني غيمشيو دوك الأشخاص اللي كانوا حاضرين في داك الحفلة اللي غادي يمشي راه غادي يمشي، بقى معاهم واحد السيد هو الآخر قال لهم حتى أنا غادي نمشي، مراتي ما غاديش تبغيني نتعطل كتر من هكا. مشى داك السيد هو آخر واحد، وهنا شكون كيبقى؟ كيبقى محمد. هنا فين غتقول ليه نصيرة يلاه نوض توكل على الله، يلاه توصل. هنا كيقول لها فين بغيتيني نمشي في هاد الليل، أنا راه ما عندي فين نبات. المهم هنايا فاش بقات كتشوف قالت ليه ايوا صافي، الا بغيتي تبقى راك عارف فين غادي نعس في الكوزينه، لان الدار كانت عامره وهما يلاه الدار يلاه تقدهم، حيت دابا محمد ما بقى عندو لا ريال لا جوج، بلاصتو غتولي في الكوزينه، بينما في قبل كانت بلاصتو حداها في لا شومبر دو نوي. هنايا محمد ما لقى ما يدير، ومشى جلس في ديك الكوزينه، وهما كلهم نعسوا. وهنايا محمد اشنو غادي يدير؟ مشى جبد كاع دوك المشروبات اللي في الثلاجه، وبقى جالس تيقرقر وتيتعاطى حتى الممنوعات، حتى الراس ديالو تبجقل مزيان مزيان. وديك الساعات كيهز راسو فوق الثلاجه، كتبان له واحد المقده، كيهزها وكيحس بواحد الغل وواحد الكره من جهه نصيره، كاع داك الحب تحول لحقد. هز داك المقدة ودخل على ناصرة البيت فين هي ناعسة، وبدا كيفلشخ فيها، وماشي غير ناصرة فقط، حتى من الوليدات اللي كانوا ناعسين حداها. المهم كمل معاهم كاملين. هنايا فاش صاحبتها سمعات شي ضجة، ومشات جابت موس من الكوزينة، وهكا بغات تبدا تدافع على راسها، ولكن محمد حتى هو ما فلتهاش، جا ليها سار عليها بديك المقدة نيت، حتى هي كمل معاها، وداز حتى الأخت ديال نصيرة. المهم فضا مع هاد الأشخاص كاملين، وفي المجموع 3 ديال العيالات و4 ديال الأطفال. في الصراحة ما عرفش دوك الأطفال ب4 واش كلهم ولاد نصيرة أو لا، يعني شي ولاد نصيرة وشي ولاد اختها، ما عرفتش بالضبط، وهاد المعلومة كنظن باللي ما معروفاش. هنايا السيد فاش دار هاد الجريمة المروعة شنو دار؟ مشى بدا كيحيد اي حاجه كتثبت انه كاين في ديك الدار او اللي ساكن في الدار، هز حويجاتو، هز المسائل اللي كتخصو. وهنايا واحد التصاور كان مصور معاهم، شد دوك التصاور وقطعهم فتهم، ردهم بحال الروز، يعني حتى الا شي واحد بغى يلاقي دوك التصاور ما غاديش يقدر. جمع داكشي اللي خصو يجمع، هز السوارد، طرق الباب وخرج. واحد المدة ديال شي 3 ايام او 4 ايام. هنايا الجيران ديال ناصرة كيتصلوا برجال الأمن، وكيقولوا ليهم باللي كنشموا واحد الريحة خارجة من واحد البارطمة خايبة. هنايا البوليس كيما سمعوا هاد الكلمة كينتقلوا على وجه السرعة لعين المكان، وبالفعل كيلقاو باللي هذيك الريحة معروفة، ومعروفة أنها الريحة ديال الموت. هنايا الباب لقاوه مطرق، واضطروا أنهم يفرقعوه. فاش كيدخلوا كيتصدموا، كيلقاو بنادم مشلض ومليوح في كل بلاصه، والدنيا مطليه بالحمر. راكم عارفين، ما نقولش ليكم صدمه بمعنى الكلمه، يعني فاش تفقدوا عدد الاشخاص كيلقاوهم 7، هذه صدمه. وحتى الجيران والساكنه كامله ديال سيدي بلعباس اتصدمات، شكون اللي دار هاد الحاله في هاد الناس؟ 7 ديال الرواح طايحه، ما بيناتهم 4 ديال الاطفال. شكون اللي عطاه قلبه يقتل 4 ديال الأطفال أبرياء اللي ما عندهم حتى شي ذنب؟ شنو غيكون الذنب ديال هاد 4 الأطفال حتى تصفى ليهم هذيك الطريقة الوحشية؟ رجال الأمن فين غادي نبداو الرحلة ديال البحث على المجرم اللي دار هاد الجريمة المروعة. المهم بداو اولا كيعرفوا شكون مول هاد الدار، شكون ساكن في هاد الدار. عرفوا مولات الدار بلي سميتها ناصرة، عرفوا بلي هادوك وليداتها ووليدات اختها. المهم عرفوا تفاصيل على هاد العائلة اللي سبق قلنا بان هاد الدار كانت ما كتخواش، وباللي كانت دار شوية مشبوهة وماشي حتى اللي هي. المهم الحاجة الوحيدة اللي لقاو او الدليل اللي لقاو هما دوك التصاور اللي مفرتين اللي فرتتهم محمد. بداو كيحاولوا يجمعوهم، ولكن قدروا يجمعوهم بواحد
واحد الصعوبة اللي كبيرة، وماشي قاع دوك التصاور جمعوا غير وحدة. في ديك التصويرة كانت ناصرة ووليداتها وأختها، ولكن كانت معاهم واحد الإنسانة آخرى، وكانت الصاحبة ديال الصديقة ديال نصيرة. هذيك السيدة ما كانتش ضمن هادوك الناس اللي كانوا في ديك الدار من هي الحياة ديالهم، لا، هاد السيدة مازال حية. بداو بحال هكا يحاولوا يعرفوا شكون هي هاد السيدة. واحد من رجال الأمن عرف هذيك السيدة في ديك التصويرة، قال لهم يمكن عرفت هاد السيدة. قالوا ليه كيفاش؟ قال لهم كنظن بلي هاد السيدة كان فايت مشدودة، فايت ملقي عليها القبض، كنظن في قضية آداب. هنا يمشي الأرشيف وبدا كيقلب، بقى كيقلب حتى لقى ديك هذيك السيدة اللي كان سميتها العباسية. تما في داك الملف كاينين المعلومات ديالها، كاين عنوانها، كاين رقم الهاتف، كاينين جميع المعطيات عليها، وبالفعل كيستدعيوها وكيجيبوها للتحقيق. هنا كيقولوا لها باللي شنو علاقتك بناصرة؟ كتقول لهم باللي ناصرة صاحبتي. قالوا لها واش سمعتي باللي توفات بديك الطريقة المروعة؟ كتقول لهم سمعت داك الشيء. قالوا لها امتى اخر مرة شفتيها؟ قالت لهم تقريبا شي شهر ونص هادي، كنت تماك وكنا فحال هكا مجموعين ومقصرين، وكنا كنتفرجوا في واحد الاشرطه ديال الفيديو اللي كان جابها محمد الزوج ديال نصيره. هنا فين كيقولوا ليها باللي نصيره راه ما مزوجاش، نصيره زوجها متوفي، كيقصدوا هنا زوجها الاول. كتقول لهم لا، زوجها اللي بالعرفي اللي كان سميتو محمد. قالوا لي هضري لينا على هاد محمد. قالت لهم الصراحه ما كنعرفش شي حاجه عليه، كنعرف غير سميتو محمد. داك النهار جاب لينا كاسيت فيديو وبدينا كنتفرجوا، هادشي اللي كنعرف. ليهم معلومة مهمة، هي أن محمد كيسكن في تخمارت، أنه من منطقة تخمارت. هنايا فين غادي نبداو نسقوا مع الشرطة ديال تخمارت، وبداو يقلبوا على هاد محمد. كيف ما قالت لهم العباسية، السن ديال محمد في الربعينيات، وهنا غادي نستثنيو الناس اللي عمرهم أقل من 25 26، وحتى الناس اللي فوق من 50 سنة. بداو كيركزوا غير على 30 35 40 في هاد الأعمار. بقاو كيقلبوا كيقلبوا كيقلبوا، تقريبا واحد المدة ديال 3 شهور وهما كيقلبوا، حتى لواحد النهار وبالصدفة واحد البوليسي تيقول لهم باللي كنعرف واحد الراجل اللي سميتو محمد، وكان كيمشي بزاف لسيدي بالعباس. قالوا لي كيفاش عرفتي هاد المعلومات وشنو زعما؟ قال لهم هاد الشخص هذا كيجيني ولد خالتي. اللي كنعرف عليه هو انه مؤخرا العلاقه ديالو بالعائله ديالو ما بقاتش حتى لهي، وباللي طلق الزوجه ديالو وحياته تقلبات في واحد الفتره اللي قصيره. وقال لهم باللي دائما كان كيمشي لسيدي بالعباس. ما عرفش هاد المعلومه واش غتفيدكم ولا لا، خصوصا بعد ما كيقول لهم بانه في الاربعينيات من العمر ديالو. هنايا كيقولوا ليه غير وصل النبي، ولكن قال لهم باللي ما عرفتوش فين كيسكن حاليا، لان العلاقه ديالو بباه ما بقاتش هي هذيك، والاب ديالو طردو من الدار. هنا بداو كيقلبوا وكيسولوا وكيطلعوا وكيهبطوا حتى قدروا يعرفوا فين كاين محمد. عرفوا باللي كان في واحد الدار وعايش تماك مخبي في حال شي فار. هنايا البوليس كيداهموا داك الدار اللي ساكن فيها محمد، ولقاوه باللي بالفعل كاين في داك الدار. هنايا بداو تيقلبوا في داك الدار وكيقلبوا ليها سفاها عليها، باش في النهاية كيلقاو واحد الحذاء اللي كانوا باقين فيه آثار ديال الدم. بالإضافة إلى ذلك كيلقاو واحد المقدة كبيرة. محمد كان عايش في ديك الدار، وديك الدار باقي ناقصها بزاف ديال الاتات، فبزاف ديال الاتات اوليه وهكا مستلزمات ديال المطبخ اوليه ما كانوش عنده. كيفاش دابا كيلقاو عنده مقده كبيره اللي كتستعمل غير في المناسبات. هنا شكوا فيه وقالوا بلا شك هذا هو علاش كنقلبوا، خصوصا داك الحذاء اللي متلطخ بديك الماده الحمراء. هنايا كيهزوه وكيديوه باش غادي نبداو معاه في التحقيق. بداو فحال هكا كيسولوه شنو علاقتك بنصيرة وشنو داكشي اللي درتي فيهم؟ هنا كينكر وكيقول لهم باللي انا ما قربتش ليهم، ما درت ليهم حتى شي حاجه، لان هنا تبتو عليه باللي كيعرفهم، وباللي كانت نصيرة مراتو بالعرفي. هنا كيقول لهم باللي نصيرة مراتي بالعرفي، وسمعت داكشي اللي وقع ليها. انا كنت كنبغي نصيرة ووليداتها كنبغيهم وكنحماق عليهم. قالوا ليه انت فين وليداتك؟ قال لي انا طلقت مراتي
وليداتي حتى هما راه مع الأم ديالهم. هنا كيفاش كيقولوا ليه أنت مطلّق مراتك وسامح في وليداتك ومهلّي في نصيرة ومهلّي في وليداتها أكتر من وليداتك. المهم هنا سكت وما عرف ما يقول. هنايا قال ليهم باللي المهم بعد ما قصحوا معاه، هنايا كيعترف باللي هو اللي دار ديك الجريمة، هو اللي دار ديك الجريمة المروعة اللي هزات سيدي بلعباس، ورجع كيتخبى في تخمارت. هنايا بعد ما قلبوا الدار كيف قلنا ما لقاوش غير داك المقدة وداك يعني داك سميتو داك الحذاء، لقاو حتى دوك الأشرطة ديال الفيديو داك جهاز الفيديو اللي هضرات ليهم عليه العباسية. هنايا الأمور كاملة ولات واضحة، واللي ولا واضح أكتر أن محمد هو مرتكب الجريمة، وفعلا كيعترف ليهم باللي هو اللي صفاها لناصرة وليداتها وصاحبتها واختها. هنايا كيقولوا ليه علاش قطعت دوك التصاور؟ قال لي قطعتهم باللي انا كنت ظاهر في دوك التصاور فما بغيتش نتعرف او لا يلقاوني في دوك التصاور فقطعتهم وفتفتهم بداك الشكل باش يصعب عليكم انكم تلقاوني، ولكن في النهاية راه لقاوه لان الروح عزيزة عند الله ولا بد المجرم يطيح. هنايا قالوا ليه انت سديتي عليهم الباب من برا، فين درتي السوارد؟ داهم ووراهم في اللوح دوك السوارت، لقاو دوك السوارت هكا ملويين في شي حوايج اللي حتى دوك الحوايج كانوا متلطخين بداك السائل ديال الضحايا، ولقاو السوارت مكمدين في داك يعني في داك اللباس ديالو، وعطاهم تصاور وبالإضافة إلى كاع الأدلة اللي كدين محمد. وهنا يثبت بأنه هو الفاعل المرتكب ديال الجريمة المروعة اللي هزات سكان بلعباس. هاد القضية لقات واحد الضجة كبيرة، بزاف الناس سمعوا بها من الجزائر ومن خارج الجزائر، وهنايا كيتحكم على هاد المجرم بالإعدام. وانتم